an American from a Jordanian origin from a church family by heredity. She looked for mistakes in the Quran but didn't succeed. Why did her family try to kill her? أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. أنا اسمي ربا داوود مجيد قعوار، أقطن في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدرس القرآن في مدرسة إيرفينغ الإسلامية، وأيضاً قد أسلمت قبل 11 سنة تقريباً. أردني الأصل. والدي كان زارع للكنائس، قسيس ل4 كنائس في الأردن. سنة 2002 إجينا على أمريكا، على الولايات المتحدة كهجرة هنا، وبعدها بسنة والدي توفي. أختي ربا، أنت نشأتي في أسرة مسيحية متعصبة، كيف استطعت أن تتركي هذه الديانة؟ في الحقيقة أنا لم أكن أفكر أبداً أني أنا أترك المسيحية أبداً. كنت مبسوطة بحياتي، يعني كنت أروح الكنيسة، أساعد عمي القسيس اللي كان في أمريكا هون، وأساعد أهلي أيضاً في الكنيسة. وفي يوم من الأيام دخلت ربا في نقاش مع طلبة مسلمين حول القرآن والإنجيل، وكان هذا النقاش هو نقطة التحول لها. طبعاً أنا طبيعتي التحدي، وكنت أريد أن أتحدى هؤلاء الشباب المسلمين، لأنه لم يقتنعوا بالكلام اللي أنا كنت أقوله عن الإنجيل وعن الكتاب المقدس. فبدأت أقرأ القرآن، وكانت هاي أول مرة بالنسبة لي أني أنا أقرأ القرآن بتمعن، بطريقة موضوعية وبطريقة مفتوحة، أريد أن أجد أخطاء. جاءني هذا الهاجس، قلت يعني وجدت في قوة كبيرة في هذا القرآن. هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صنع أيدي بشرية، وإنما هو كتاب منزل من الله. لكن لم أكن مقتنعة 100%، ما زلت أقرأ وأقرأ وأقرأ، وكان شيء يشدني دائما أني أنا أرجع للقرآن وأقرأ، إلى أخيرا وصلت إلى سورة المائدة. ماذا وجدت في سورة المائدة؟ نعم، في أثناء قراءتي طبعا التقيت بهذه الآية التي كانت هي نقطة التحول عندي. طبعا أنت قرأتي من البقرة إلى أن وصلت المائدة. نعم. أين؟ نعم، عندما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وسبحان الله، هذه الآية يعني هزت كياني، لأنها تتحدث عن أهل الكتاب بشكل إيجابي جدا، النصارى. فتابعت في القراءة، يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ها كانت تتكلم عنك. سبحان الله. لما شفت هاي الآية فعلا يعني عيوني انهارت بالدموع، وعرفت إنه هذا هو الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قلت يا رب أنا آمنت فاكتبني مع الشاهدين. وكانت هذه فعلا النص الآية الذي حولني تحويل كامل. لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها، يا منهجا لأولي النهى، يا غيمة أرنو لها وسماؤها القرآن.
فأخذت مفاتيح السيارة وتركت البيت وطلعت بالسيارة وأنا عم ببكي. في النهاية وصلت إلى أصدقائي، شافوني وأنا عمالي بعيط وكنت يعني في حالة عاطفية جدا، وشافوني وقالوا لي يعني شو مالك؟ قلت لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما شافوني أني أنا جدية، واحد منهم صار يبكي والتاني صار يقول سبحان الله ربنا بحبك. بقوله ليش؟ بقول لي اليوم أول يوم رمضان، فسبحان الله كان هذا أول يوم رمضان وكان أجمل رمضان عشته في حياتي في الحقيقة يعني. She really threw herself into the religion. She studied a lot. She mastered the tajweed of the Quran. Just really worked hard on studying, and she was so passionate about everything and serving other people. She's one of the most kind-hearted people that I've ever met in my life. I mean, she will give you anything that she has. أختي ربى، لما رجعتي إلى البيت حدث شيء صعب في حياتك لا يمكن أن تنسيه، أنك واجهتي أهلك في إسلامك. كيف حدث ذلك؟ هو لم يحدث مرة واحدة يعني أول ما أسلمت على طول، لكن بعد تقريبا 17 يوم من إسلامي وأنا كنت عارفة إنه أهلي ما راح يتقبلوا بالمرة الموضوع هذا. في الليل عندما وجدت إنه أختي نامت في سريرها، أنا وياها كنا نتشارك في نفس الغرفة، قلت لنفسي خليني أصلي. فأول ما ركعت وإذا أسمع أختي بتقول لي إيش بتعملي؟ كانت يعني صدمة بالنسبة لها. فطلعت عليها قلت لها، طبعا أنا يعني كسرت صلاتي قلت لها ولا شيء كنت عم بصلي. قلت لها ليش هيك؟ ليش هيك لابسة يعني؟ مش يعني طبعا طريقة المسيحية في الصلاة مختلفة تماما. طلعت على السرير وجدت في قرآن. تقول لي إيش الموضوع؟ إيش فيه؟ فقلت لها أنا أسلمت. وطبعا لما عرفت هذا الموضوع كانت صدمة كبيرة جدا. نزلت وحكت لأمي وإخواني الثانيين إنه أنا أسلمت، وكانت ردة فعل شديدة جدا. يعني باختصار شديد كانت أيضا مرحلة مؤلمة جدا، لأنه تعرضت إلى الضرب الشديد، يعني إلى حد الآن ما زال هناك موجود علامات على جسمي من الضرب. إجا واحد من أفراد العائلة وكان في عنا هاي اللي هي كان يلعب بيسبول، اللي هي خشبة كبيرة ويعني خميلة، وبدأ يضرب فيني ضرب مبرح جدا. والله حبيت على الأرض للحمام، سكرت حالي الحمام وقعدت وحطيت ظهري على الباب وصرت أعيط، مش عارفة شو بدي أعمل. طلع على مراي كلني هون وشي دم وعيني زرقاء وكلني يعني كنت مجرحة وحالتي حالة ومحله هون كله أزرق. يعني كان الوضع كتير مخيف. لما جيت أفتح الحنفية عشان أغسل وشي بطلع وإلى سبحان الله يعني أختي تركت السيلفون تبعها الموبايل تبعها في الحمام. سبحان الله الشيء خلاني على طول أتصل مع الشرطة 911. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. وبعديها هيك هدي الوضع، سمعت البيت كله هدي، بطل فيه صياح ولا شيء. وله الشرطي بيقول لي مام يو كان كم اوت ناو، تقدري هلا تخرجي. اخذوا احد يعني افراد العائله اللي ضربني وكلبشوه، كانوا بدهم ياخذوه بس على السجن. وقلت لهم لا لو سمحتوا انا ما برفع عليه اي قضيه. ولما قلت لهم ان انا اسلمت يعني ما كانش سؤالهم كيف انت تركتي المسيح، كيف تتركي المسيحيه والدين والعقيده. اول شيء كان سؤالهم ايش راح يحكوا علينا الناس. 8 سنوات وأنا أحاول معهم، جاهدة في إني أنا أتواصل معهم دائما. كل مرة كنت أتصل كان يتسكر الخط بوجهي. وللأسف لم تجد ربى العون من المجتمع الإسلامي بعد إسلامها، بالعكس دعاها مسلم للهجرة والزواج في بلد عربي، ولما ارتحلت أخلف وعده. وبعد فترة بدأ من حولها من المسلمين يتهمها اتهامات باطلة. After she sold, I saw this personally, myself, that she sold everything that she owned. She quit her job. She sold her vehicle, her possessions, her camera equipment that she had used for da'wah. طلعت هاي إشاعة إنه أنا كنت جاسوسة ومخبية إسلامي وإنه أنا أندر كفر من الكنيسة وإلى آخره. طبعا كله هذا كان كذب وكله افتراء كان علي. لكن هذا أثر علي سلبيا، يعني أثر علي نفسيا بشكل كبير. وأيضا كأخت جالسة لوحدها شعرة بالوحدة ولم تشعر بالسند، وكانت ضعيفة جدا في هذاك الوقت.
ضعف إيماني جدا، مما جعلني إنه أنا أضع هذا الماسك اللي قدامي، هقول إنه خلص أنا بدي أترك الإسلام، أنا كرهت الإسلام وكرهت المسلمين، بس بدي أطلع من الجو اللي أنا فيه، بدي أطلع لأي جو، بدي أرجع للجو اللي أنا كنت فيه لما كنت مسيحية. ما كنتش لا أفكر ولا كان عندي إني أقعد أبحث عن الحق ولا إني أجاهد ولا إشي، كنت قاعدة ببيت أهلي مبسوطة. لما سمعت قصة أختنا بصراحة اليوم إحنا كمسلمين نعيش أزمة أخلاق، وهذه بصراحة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. نحتاج أن نرجع إلى كل فعل النبي عليه الصلاة والسلام والتعامل مع كل موقف. لما جيء برجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيم عليه حد شارب الخمر، لما أقيم عليه الحد أحد الصحابة ماذا قال؟ قال أخزاه الله. نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام ما أيد بهذا الموقف أبدا. اليوم في برامج التواصل الاجتماعي أي إنسان يخطئ خطأ واحد، يزل زلة واحدة، تشوف كل الصفحات كاتبين هذا الذنب وما استروا على أخوهم. You know, she made some very bad decisions about, you know, maybe television shows that she would do, and, you know, to take her hijab off under a lot of pressure, because you have to keep in mind that she was born into a missionary home. أختي في هذه اللحظة وفي هذا اليوم بالذات أنت ما تركتي الإسلام، أنت خلعتي الحجاب أمام الشاشات وأمام الملأ وأمام جميع أجهزة التواصل الاجتماعي، كل المسلمين شافوك. هل في هذه اللحظات كنت تختبري ردة فعل المسلمين؟ ما شعرتي في هذه اللحظة أنك تعديتي حتى على الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. هو كان يعني أنا نفسي شعرت إني أنا خدعت، لكن هو أيضا كان جهل مني، وأيضا كان خطأ كبير إنه أنا عملته. طلبوا مني إني أنا ألبس نفس الحجاب اللي لبسته على قناة فضائية سابقا، فهو كان خطأ مني أنا أيضا إني أنا وافقت على كلامهم. لكن في نفس الوقت يعني كانت هي اللحظة اللي الواحد بيستغلها عشان يقول الإنسان أوكي. يعني I think Mercy Mission made an estimate that 70% of reverts are leaving Islam after 3 years. And there's a variety of different reasons. And this is a very alarming figure. أمي طبعا يعني نصحتني إني أدخل الجامعة عشان أدرس اللاهوت وأدرس التنصير. في يوم من الأيام طبعا كان البروفيسور كان عم بيتكلم عن موضوع النصوص كيف إنها تغيرت. واحد من القساوسة الكبير بالسن كان عماله بيدرس دكتوراه، بيقول كيف هذا الحكي؟ يعني كيف إحنا نعرف إنه هذا كلام الله؟ فضحك البروفيسور قال له ليس من المهم أن تصلنا النصوص كما هي عندما كتبت أول مرة، فلو وصلتنا النصوص كما كتبت أول مرة إلينا الآن فلن تكون مناسبة إلى زماننا الحاضر. أنا بطلع حوالي الناس عم تسمع ولا واحد اعترض، لكن أنا من جواتي يعني صرت بدي أقوم على البروفيسور أصيح عليه، يعني كيف أنت بتحكي هذا الكلام؟ كيف يمكن أن يسمح الله سبحانه وتعالى في تغيير كلامه؟ هل الله يتغير؟ خلال أسبوعين عملت لقاء على البالتوك، وكان عن عصمة الكتاب المقدس، وقالت هي الكتاب المقدس غير معصوم. فأنا بدأت أستشعر إنه هي خلص يعني قريبا راح إن شاء الله راح ترجع الإسلام. سبحان الله، إحنا نقنط من رحمة الله ونعتقد إنه الله سبحانه وتعالى إنه خلص لأني أنا كفرت أو لأني أنا تركت الإسلام أو شيء زي هيك، إنه خلص يعني الله سبحانه وتعالى راح يعذبني، راح يسوي شيء يعني عقاب أو شيء لي. لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يحسن خاتمتنا، لأنه الإنسان ما بيعرف كيف يموت بالآخر، لا أحد يضمن حياته. وهذا طبعا فعلا من كرم الله سبحانه وتعالى لي. أنا كان ممكن إني أنا سبحان الله كان أنا ممكن إني أنا في هذيك الفترة إنه أقول خلص الله مش رح يرد يطلع علي ولا شيء، لكن أنا خسرت كل شيء. لكن هل أخسر الله سبحانه وتعالى؟ Subhanallah, it was the happiest day in my life when she said that, you know, she's going to turn back to Allah. We have to accept that person, and we have to not hold that against them and give them the love and support and help that they need. هي تعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأسلم على يديها الكثير، ونعرف لها قصص كثيرة ما شاء الله تبارك الرحمن، الكل كلمنا عنها. حثينا عن نشاطك الدعوي.
سبحان الله، هذا كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما قلت أكسبني خبرة كبيرة، وذهبت السنة الماضية إلى السويد وعملت محاضرات للمسلمين الجدد فقط، وكيفية تخطي المحن والابتلاءات ومن هم أيضا في شك وفي ضعف إيمان. سبحان الله، من تربية قسيس ومنصرة إلى معلمة ومحفظة للقرآن في هذا المركز. تعالوا معي نشوفها. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم أنا أدرس القرآن من الصف السابع إلى الصف اللي هو الثاني ثانوي. يرجعون. لو تلاحظون في قصة أختنا ربى أنها سعت للهداية وبحثت عن الحق، راحت للإنجيل وبحثت عن الله سبحانه وتعالى. في الإنجيل لم تجد الله سبحانه وتعالى، ثم ذهبت إلى القرآن وقرأت القرآن بعناية ودقة حتى تجد الله سبحانه وتعالى، فهداها الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. لاحظوا، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا. ودعاني إلى مصر عشان الطيارة. قالت تروح وقولي ودعاني إلى مصر. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا. نور في الظلمة في الضيقة سعادة. اشترك معنا في هذه القناة، بإذن الله راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.